هما ليه رجعوا الذئاب لاقليم يولستون في امريكا؟ البداية قبل ما يرجعوا الذئاب كان في مشكلة كبيرة في إقليم يولستون. الأيائل اللي هي الظباء كانت زيادة بشكل رهيب وأثرت على النباتات والأشجار اللي بتعيش عليها باقي الكائنات. الحل كان في الذئاب. علشان يحلوا المشكلة دي قرروا يرجعوا الذئاب ليولستون في سنة 1995 علشان يسيطروا على أعداد الظباء دي كلها. الذئاب لما رجعوا بدأوا يصطادوا الأيائل بشكل منتظم، وده خفف الضغط على الأشجار والنباتات واللي كانت مهددة بالانقراض بسبب الأيائل واللي كانت بتاكل كل حاجة قدامها. لما قل عدد الأيائل بدأ التوازن البيئي يرجع، والنباتات بدأت تنمو تاني في الأماكن اللي كانت متدمرة بسبب أعداد الأيائل الكبيرة. الذئاب مش بس أيدت الأيائل، كمان بدأت تأثر على عدد الحيوانات الصغيرة زي القوارض واللي بدأت أعدادها تقل مع الوقت. المفاجأة وجود الذئاب مش بس خلص على الأيائل، ده كمان ساعد على زيادة أنواع تانية من الحيوانات زي الطيور البرية. هنا بقى رجعت الحياة تاني والأشجار بدأت تنمو، وده جلب معاه الحيوانات الأخرى اللي كانت بتعتمد على النباتات زي السناجب والطيور. والنهاردة الذئاب بقت جزء مهم في الحفاظ على التوازن البيئي في يولستون، وكل حاجة بقت متوازنة بشكل طبيعي.